السلام عليكم ورحمة الله. صباح الفل، مساء الفل، على حسب الوقت اللي انتوا بتتفرجوا علينا فيه. يوم جديد وحلقة جديدة وتشميس الحمام داخل غاية الحمام. قبل ما نتكلم في اي حاجة بنحب نشكر الناس كلها وبنحيي الناس كلها اللي بتتصل تطمن علينا، اللي بتكتب لنا كلمة حلوة على دماغنا من فوق. قبل ما نبدأ بأي حاجة كل واحد يصلي بينا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يا نبي متنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصرهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. النهارده ان شاء الله يعتبر تشميس الحمام، وهنقول لك كده كام نقطة كده بخصوص التشميس بتاع الحمام، وهنتكلم برضه عشان خاطر الناس اللي بتسأل في تجربة الدشار. أيهما أفضل، فرد الحمام يتساب على بابه، ولا فرد الحمام يتساب على انتاية، ولا يتمشط كتفين وديل؟ تمام يا رجالة؟ فالنهارده دلوقتي هنوريكم شكل الحمام وهو على الظهر، واقول لك الخطوات اللي انت بتعملها واحده بواحده. ابقوا معنا هنرجع لكم تاني. هقول لك على كام خطوه كده في التشاميس بتاعت الحمام عشان برضه ما تقعش في الغلطات اللي هي اي حد بيقع فيها في كل موسم. النهارده الجو طالع كويس، فابتدي اللي انا احط لهم طشت الميه دي ميه نضيفه لان كلهم لسه ما جهزوش. اللي بيجهز دلوقتي ببتدي اللي انا هطلعه، ولسه في كام واحده ما قفلوش سمم او ما نشفوش السمم بتاعتهم. طيب دلوقتي بعمل ايه؟ بقوم بعمليه طشت ميه قدامهم، الجو طالع كويس، ادام الشمس طالعه كويسه، تحط لهم طشت الميه مفيش اي مشكله. طشت الميه ده بيساعد على فك عضل الحمام، ومنه برده اللي هو ايه، بياخد له اللي هو المستحم بتاعه بالميه النضيفه. لو انت مثلا محميه او رش الحمام بتاعك بيبتدي اللي هو ينزل الماده اللي على جسمه ده، فانت برضو ايه 2 في 1، فانت بتكسب وقت. طيب تاني حاجه درج التحديق ده. درج التحديق ده من الاساسيات، لان فرد الحمام مقفول عليه بقاله فتره، فبتبتدي دلوقتي بعمليه اللي هو تحط لهم شويه تحديق بحيث ان هم يحدقوا، ولو في حاجه ناقصاهم في جسمهم فبرضه التحديق ده بيبقى مفيد جدا. طيب التحديق ده عباره عن ايه؟ شويه كسر طوب على شويه فحم على شويه صدف، ايا كان التحديق اللي انت تعمله ايه ادام الحمام بيطبق فيه. انا التحديق بتاعي يعتبر جرش ابيض على شويه فحم على شويه ملح ابيض على شويه حمره. القصه دي كلها ادي التحديق قدام، بدل ما يروح يقدر في اي حته وينقل والقصه دي، لا خليه في قلب غيته اهو، ويبدا اللي هو طالع نازل كده في قلب الغيه ويبدا اللي هو يتطمر. طيب ادي اهو كل واحد بيفرض سيطرته بقى. طالعين من فتره برضه بقالهم كتير مقفول عليهم، لسه اول مره يشوفوا بعضهم من فتره كبيره مقفول عليهم. سيبهم براحتهم، تفتش الفرد حمام الا وهو شايل نفسه اهو. اتفرج عليهم كده اهو. اي فرد حمام بيطلع عليهم جديد، القديم اللي هو بقاله شويه بيتهوى بيفضل يجر عليه ويصرخ عليه، والقصه دي فاكره مستجد او فاكره فرد حمام غريب. بيقعد اول يوم او اول يومين كده اهو، وبعد كده بيبدا اللي هو خلاص عرف ان هو ده ابن غيته، فبيبدا اللي هو يهدى وملوش دعوه بيه. تمام. طيب فتره التشاميس دي او انت عايز تهول حمام، اول حاجه بتجرب الحمام بتاعك تحت شبكه الامرايه. وبرده في غلطات الناس بتقع فيها، بتستعجل على سيبان الحمام. استعجالك على سيبان الحمام بيدمر منك الحمام من ناحيه اللي هو فرد حمام عليه مثلا السمم، فالصمه مثلا لسه ما نشفتش او لسه طالعه او ربع منها او نص صمه كده، فبيبدا الناس تقول لك ايه، اهويهم يتشمسوا على الظهر واكسب وقت قيمه ال 15 يوم ده قبل ما الصمه بتاعتهم تنشف. وارد ان اي حاجه تقوم الحمام ده تخليه يكنس من على الظهر. وارد ان فرد حمام يفضل يرخم على فرد حمام اخوه على الظهر يكسر له الصمه بتاعته. فانا بقول لك نصيحه لوجه الله، اللي خلاك صبرت الفتره دي كلها اصبر ال10 ايام ولا ال15 يوم لغايه ما يقفل سمم. ممكن الصمه بتبقى فاضل لها حاجات بسيطه وتنشف، بس الصمه نشف يعني الريشه ذات نفسها فيها عصب،
ده اللي انا ممكن افتح له اللي هو يتهوى ويتشمس مفيش اي مشكله. لكن الريشه بتاعت الصمه لو انت بتقلب فرد الحمام بتاعك وبتلاقي الريشه بتاعته طريه كده اهو، فانت بتسيبه لغايه ما ينشف، يعتبر الريشه بتاعته دي عشان خاطر اللي هي يزدادها قوه. طيب عشان خاطر اللي انا ازداد قوه بتاعت الريش ده، ممكن اللي انا ادخل لهم شويه الكلفه دلوقتي وازود عليهم شويه قرطم بحيث اللي هي الريشه بتاعتهم تتقوى. ممكن اللي انا احط لهم شويه بلكم ودنيبه اللي هم بتاع العصافير دول، بحيث برضو الريشه بتطلع فيها عصا. ممكن اللي انت تشتغل معاهم شويه فيتامينات، بس انا بشتغل فيتامينات بشتغل في الارضيه، مش هبوب انا الحمام بتاعي او مش هلف اللي هي المسق بتاعتي كلها الكالسيوم والفيتامينات اللي انا بديهم للحمام ده هديهم للحمام كله. لا، انا بديهم الفيتامين والكالسيوم والحاجات دي كلها على الارضيه بتاعه الغيه بتاعتي، لكن انا ما بدورش اللي هو ايه فيتامين على الحمام كله. عايز انت تجيب شويه فيتامينات وفي قلب قطاره كده وكل فرد حمام تديله 3 4 نقط، ده بيكون برده افضل. ده بالنسبه لحته اللي هو التهويه وتشاميس الحمام. فانت يعني اللي خلاك كل ده صبرت على الحمامه بتاعتك، فما تخسرش الحمامه بتاعتك، لان الصمه لما بتفرقع او بتعجز معاك هتاخد لها وقت قبل ما تطلع. وفي حمام السمم بتاعته بتعجز ما بتطلعش تاني. فانت في الايام دي اللي هو الشمس طالعه كويسه، كل ده بتحط لهم برضه اللي هو ايه يعني فتره التشاميس دي بتحط لهم طشت الميه ده مش يوميا. يعني مثلا ايه الجو طالع النهارده كويس، الشمس حلوه، ابتدي ان انا احط لهم طشت الميه. تاني يوم مثلا الجو طالع كويس، ممكن احط لهم طشت الميه يومين ورا بعضهم. لقيت الجو مثلا فيه ايه تغير، يبقى انا ما احطش طشت الميه قدامه. كده برضو الحمام ده بيهدى معاك في قلب اللي هي الغيه بتاعته، وبتطمنه للغيه بتاعته. لان الحمام ده دلوقتي اللي انت مربيهم عيال السنه كلهم اول مره يعتبر اللي هم يشوفوا طشت الميه ده، واللي هم ينزلوا في قلب ارضيه الغيه بالشكل ده. في حمام من الظهر على البيبان بتاعته على طول، فانا بحط لهم التحديق ده وبحط لهم طشت الميه ده بحيث ان هم يطمنوا لغايتهم، بحيث ان هم يهدوا في مكانهم. فبرضو وانت بتفتح لهم، في حمام بيبقى بقاله فتره ما تفتحش الحمام مره واحده، عشان خاطر في حمام ممكن يبقى ايه انت شايفه شايل نفسه ممكن يرمي نفسه ما يعرفش يطلع لك تاني. لان في ناس برضو بتخسر حمام كتير بسبب اللي هو ما طمنش فرد الحمام في مكانه. ممكن مثلا انت عايز تطمنهم وهم عليهم سمم، تشرق البيبان بتاعه الديكور اللي لسه يعتبر ما نشفتش السمم، يعني سايب شويه انت بيطلعوا بينزلوا قدامهم، بتبدا البيبان اللي هي مقفوله او الديكور اللي انت قافل عليهم بقالهم فتره، بتبدا اللي انت تشرق لهم الباب بالشكل ده اهو، بحيث اللي هم شايفين اخواتهم طالعين نازلين قدامهم، يبداوا اللي هم يبصوا من الحته بتاعت تشريقه الباب دي اهو، زي ما انت شايف اهو المسود اهو. اهو بصوا بيطلعوا دماغهم ازاي، خد السيجاره هيجي عليهم اهو. انت برضه بتطمنهم لمكانهم، بتخليهم اللي هم يقرروا في قلب الارضيه. ده بالنسبه لحته تشاميس الحمام. طيب بالنسبه للدشار وتجربتي مع الدشار، هنتكلم برضو كام كلمه كده بخصوص الدشار ده، بحيث ان انت برضو لو في ناس غاويه حمام دشار او حمام غريب اللي هي بتجيبه وما بتربيش الزغلول، اقول لك كده ايهما احسن في تسييب الحمام الدشار. تمام يا رجاله، ادي شكل الحمام اهو. في حمام نزل برضو تحت على الشكلات من تحت وعلى اللفت، سايبينهم براحتهم، وانت بتشمس تخلى من الغيه، ما تقفلهمش في قلب الغيه، تفتح الحمام بتاعك وتقفل في وشهم البيبان وتسيبهم وتنزل صايعين بقى كده، ما تطلعش الا معاد الكلفه بتاعتهم، هتفتح لهم البيبان بتاعتهم وبتبدا اللي انت تكلفهم ويخش كل فرد حمام في قلب بابه. وحاول حركتك في قلب الغيه دي في فتره التشاميس بالذات تبقى هاديه، يعني حتى لو انت راعن زي حمامك كده اهو داخل خارج كده على الغيه كتير، فحاول في فتره التشاميس دي تبقى هادي شويه مع الحمام ده، بحيث اللي هو يطمن لك ويطمن لمكانه. فابقوا معنا هنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا جدعان. دلوقتي ان شاء الله هنتكلم بخصوص الحمام الدشار والتجربه اللي انا جربتها مع الحمام الدشار. كنت جايب شويه من طنطا كده حمامتين رجاله، وتسلم ايد محمد عادل، وتحياتي لاهل طنطا بالاجماع، حبيبي يا رامي ابو تشيش، اخواتنا وحبايبنا. دلوقتي الحمام ده
الحمام ده جاي من ايد غاوي، وحمامتين مخدومين، وحمامتين بالصلاه على النبي حاضرين ودماغهم واعيه. طيب لما جبنا الحمام من محافظات يا جدعان بنجيبه يفتح سكك غير الحمام اللي انت جايبه من مناطق تانية. يعني مثلا جايب شويه من منطقه جنبي، فبحاول ان انا عايز اخش المنطقه دي، فكده كده فيهم حمام بيروح لاصحابه بجيبه، ده اللي بيبقى حمام على تبادل. طيب الحمام اللي انا جايبه من المحافظات ده بيفضل يلف الدنيا، واخر ما بيزهق بيبدا اللي هو يجي في مكانه. طيب الحمام ده فيهم حمام 7 على نتش وزق في قلب غيته، وده اللي هو يعتبر فرد حمام، يعتبر بنقول مسمار ودقيته في قلب الغيه. فيهم حمام بيصدق وبيقعد، بس الحمام ده يقعد امتى؟ او الحمام ده يصدق عندك امتى؟ الحمام ده لو انت ثبته وقعد اول لقوه عندك واول جواز عندك، واللي هو اول مره انت هتحص من تحتيه ويرقد على حصى ويزق والقصه دي كلها، الفتره دي كلها عندك انت. في الفتره دي فرد الحمام ده يقعد ما يشوفش نهار خالص، يقعد طول الموسم اللي انت جايبه ده فيه ما يشوفش نهار خالص. يعني اللي انا بفتح له قعد وسبت، وبعد كده ابتديت اللي انا اكشف من عليه النت، ما عنديش اي مشكله، خلاص انا كشفت من عليه النت، يبقى في الحمام ده بيتفتح له اخر النهار ما يتفتحلوش والدنيا كشفه. انا جايبهم لغرض معين، يعني انا لو عندي مثلا شويه بايتين، الحمام ده انا مش محتاجه في اي حاجه، انا هبيته يعتبر في قلب دوره، يا اما احطه تانيه في الاخر خالص، لكن ما احطوش الصبح. لكن انا كنت جايبه يفتح سكك معاه، لان انا يعتبر هفتح او هفتح فتره عصاري، او هرمي السنه دي عصاري، يبقى انا الحمام ده جايبه الهدف اللي هو يجري الصبح والدنيا كشفه. فالطبيعي اللي انا بفتح للحمام ده والدنيا كاشفه، بحيث اللي هو يوسع لنفسه ويرجع في غايته، يبقى النهار معاه طويل او النهار واسع قدامه. طيب في حمام راح من النوم، طب الحمام اللي راح من النوم ده هل روح؟ لا هو ما روحش. الحمام ده لو سكته قريبه، الحمام ده هنروح نجيبه من بيبانه او نروح نجيب من غيته. الحمام ده يعتبر ضل الطريق او اختفى، يعتبر راح في سكه اللي يروح ما يرجعش، لان هو فضل يوسع لنفسه، النهار واسع معاه، ابتدى اللي هو كل يوم ينور لنفسه او يعلم لنفسه، ويبدا يوسع واحده بواحده بواحده لغايه ما اللي هو يختفي. وارد ان هو يتمسك، وارد ان هو يتمسك. طب منين يا عم يتمسك وانت بتشكر فيهم وحمام جامد، ومنين اللي هو مثلا ما روحش ولا رجع لك تاني؟ ما هي يا جدعان هي الفكره، في حمام بيتعافى على نفسه. يعني سن الحمام اللي هو مثلا يبقى عليه سمم، يبقى عليه عدايل، وعديله العديله يعني مثلا يبقى عليه اتنينات وعليه وحايد، الحمام ده ما ينفعش اللي هو يتفتح له اللي هو والدنيا كاشفه، واللي هو يوسع لنفسه، لان كتفه هيحرق. لكن انا كنت سايبه مرنخهم حمام في قلب حمام عشان خاطر اللي هم يهدوا. فيهم حمام هدي، وفيهم حمام اللي هو ايه، لا انا اقوى منك، انت فاهم ازاي؟ هو بيتعافى على نفسه، فاللي هو بيجي ممكن ياخد سكه بيمشيها طويله ما يعرفش يرجع، ممكن اي حد وهو جاي يمسكه، او ممكن يضل الطريق، ممكن وارد اللي هو يبقى ايه، تلاقي فرد حام يمسك عماره، فرد الحام اللي ماسك العماره ده بيفضل يلف الدنيا ويجي على العماره دي، هو خلاص ده اللي هو بنقول ايه، ستيت، فين وفين كده لما يجي يبدا اللي هو يطمن وينزل غيه جنبك، ده بنقول ايه، فرد الحام ده ستيت وبيبقى جامد. ما سالتش نفسك فرد الحام ده جامد ليه؟ ما وارد ان هو برضه يكون المشوار بتاعه كان بعيد، فابتدى اللي هو يسكن في عماره، يوم عن يوم الجوع قرص عليه، اقرب غيه ليه او اقرب غيه شكل بتاعته القديمه ينزل يركب عليها. وارد وهو ماشي واحد يكلفته كتفه يوجعه، هوب يحط يجي يفكر اللي هو يسيبه، ممكن يرجع لك انت يا اللي انت يعتبر لقيته او جوزته اول جوازه. يعتبر كده حمام الدشار ده بحره واسع، بس هي الفكره اللي انت كل فرد حمام وليه فكره، وكل فرد حمام وليه اسلوبه، فالغو هو اللي بيحدد ده جاي ولا ده مش جاي، ده اسلوبه ايه وده اسلوبه ايه كده اهو. لكن تاكد لو الحمام ده مش عايز واحد فيهم كان راح، الحمام ده كنت حطيته اخر النهار وكنت سبتهم يعتبر السنه دي فوق دماغي، وهيجي اذا حيانا المولى السنه اللي بعدها هرميهم وانا حاطط شريطه على عيني. طيب ايهما احسن بقى اللي انت تسيب الحمام ده؟ مش تقليل اللي انت مثلا تسيب فرد الحمام على انتايه، ومش ضعف. في حمام من قوته انت بتخدره بعمليه النتايه، بتخدره اللي هو يرقد على حصويتين، بتخدره اللي هو يزق معاك، ده بعمليه تخدير لفتره معينه.
خدرت فرد الحمام، فاعمل بنك هيبتدي اللي هو يعمل كده ينفض ذكرياته ويبدا اللي هو دماغه تشتغل من اول وجديد. طيب لكن لما انا بقعده بالليل بيقعد وقت كبير عبال ما يفكر، مفيش حاجه اللي هيفكر فيها الا الوقت اللي انت خدته ولقيته وجوزته، يبقى انت كده بتستوطنه في قلب غيتك. لكن حته تخدير الفرد الحمام على انتايه، انت يعتبر بتخدره لفتره معينه، لكن الدنيا كاشفه عليه، الشمس بتخش في دماغه بتبدا تتحرك، دماغه بتبدا تشتغل زي الحمام اللي بيكون ضايع منك وبيجي في فتره التهويه والتشاميز. ما قلتش ليه؟ عشان خاطر فتره التهويه والتشاميز دي فرد الحمام بيبقى سايب طول النهار، دماغه بتشتغل، كتفه بيفك، عضله بيفك معاك، بيبدا اللي هو يرد لك. هو بالظبط الحمام الدشار بتاعك ده لما انت بتكون مخدره على انتايه بيبقى عامل بالشكل ده. طيب انا افضل اللي انت تسيب فرد الحمام. انا جربت اللي هو دكر على انتايه، دكر على انتايه ده يا جدعان هيقعد وهيصدق وكده لان هو مغمض ومش شايف الا النتايه. بس اللي افضل فرد الحمام يتساب على بابه، حته 45 يوم يا جدعان دي انا ما برجحهاش اللي انت تنسي الحمام بتاعك 45 يوم. ليه؟ لعده اسباب كتير قوي. انا دلوقتي خدت فرد الحمام جايبه من بابه، فرد الحمام بيقلش، ببتدي اللي انا امسك فرد الحمام بمشط له كتفين وديل، وارد في الكتفين يعني سيبك من الديل، وارد في الكتفين دولت في ريش طالعه، فبتبدا اللي انت ما بتاخدش بالك، فبتبدا اللي انت تنسلها، او في ريشه قربت تنشف فما بتاخدش بالك بتنسلها. ادي اول ريشه ممكن تعجز معاك من كتف فرد الحمام. فرد الحمام لو مقدم سن او في كذا سن، لما بتنسل فرد الحمام شدك للريشه دي غير اللي هو فرد الحمام بيقلش وبيرمي الريشه وبتطلع واحده جديده. انا ما برجحش اللي انت تنسل الحمام. الفتره اللي انت بتنسل فيها الحمام ده انت معاك 45 يوم عمل ما ريشه يكتمل. طيب اول مثلا 15 يوم بيبداوا اللي هم ينبتوا، وبتبدا اللي هي الريش بتاعه بيطلع. بعد 20 يوم ريشه بيكبر شويه، 25 يوم بيبدا اللي هو بمشط كده، ممكن في حمام بيتشعبط على البيبان، ممكن يرمي نفسه. ادي فرد الحمام ولا ما شافش الا ارضيه وما شافش الظهر، طلع رمى نفسه. ادي خسرت فرد الحمام ولسه ولا شفت حلو ولا مره. ادي رمى نفسه في قلب الشارع، مش هتعرف تجيبه ولا يعرف اللي هو يطلع. طيب قعدوا 30 يوم خلاص جالهم من السن ال 30 يوم، طلعوا نزلوا هم مش حافظين الا الارضيه. خدت لك 5 ايام تاني ولا 10 ايام تاني، هوب طلعوا قعدوا على الظهر شويه. 5 ايام، ال 45 يوم ريشهم نشف معاك. طيب ال 45 يوم دولت انا استفدت فيهم ايه؟ نسلت الحمام، دمرت الحمام وقع مني، حمام ريشه عجز مني، وما استفدتش اللي هو بيطلع وبينزل على الظهر. طب ال 45 يوم دولت انا ممكن اسيب فيهم الحمام وممكن اوديهم في ال 45 يوم. في ال 45 ما انت شهر ونص مش هتقعد شهر ونص تثبت في الحمام. اصل ال 45 يوم دولت ده انت بيطلع وبينزل، يعني انت تعتبر ما ثبتهمش. هو مش معنى اللي هو طلع ونزل وحبس والكلام ده يبقى هو ثبت عندك، ده انت 45 يوم ما حفظش الا ارضيه ولسه ما حفظش الظهر. يعني حفظ ارضيتك في ال 45 يوم لكن لسه ما حفظش الظهر، فقدامك بتاع شهرين 3 عبال ما تقول له يلا. ما في فتره بعد اللي هو يطلع وينزل على الظهر ده في فتره الدشار بتاعته. ما انت ال 45 يوم دولت ممكن 10 ايام تحفظوا ارضيه وتحفظوا بيبانوا ويبقوا طالعين نازلين عليهم، واليوم ال 11 تبدا تفتح للحمام بتاعك، فكده بتكسب وقت معاك شهر و35 يوم. تبدا اللي انت تفتح الحمام ده يبقى طالع ونازل واخد دشار وطالع وبيتهوى وبيقوم وبيخبط وبيصد وبيلف الدنيا وبيجي يركب، يبقى انت اللي مستفاد بحته الحمام ده او الوقت ده. عشان ما تنسلوش، عشان في ناس كتير بتقول لي احنا ننسلهم وده بيبقى احسن اللي احنا نهديهم. دي ما بتبقاش تهديه. عايز تدشرهم صح، حمام يبقى تحت شبكه الامرايه، حمام يحفظ بيبانه يبقى طالع ونازل على بيبانه، قلقان منه هتاخدهم في مصطبه او في قلب قفاع سلك، بتبدا اللي انت تدشرهم على الاربع جناب. ولما بتيجي تدشرهم على الاربع جناب بتدشرهم على جنب الشارع، ما بتدشروش على الجنب بتاع الارضيه او الجنب بتاع الطبليه بتاعتك، لانه هو كده كده حافظ الطبليه بتاعتك، فمالهوش مالهوش لازمه اللي انا احط له القفاعه بتاعته كده على وش الطبليه. لا، انا احط له القفاعه بتاعته على وش الشارع، على الجنب ده، على الجنب ده، على الكشك، على البلكونه، في الحتت دي، بحيث اللي هو يبقى كاشف الاربع اتجاهات بتوع الغيه بتاعتك. يبقى هو اللي افضل
الافضل اللي انت بتسيب الحمام ده على بيبانه. وممكن حاجه تانية اللي انت تخدر الحمام ده، اللي هو مثلا ايه، مش يعني اللي هو مثلا خمول. اللي انا بعملك ايه، باجي اشممك نتي بس ما بخلكش تكسر عليه. يعني بمعنى ايه، مثلا جايب ديكوره، الديكوره دي بتبقى صرخه وفيهم ديكوره بتبقى صمت، فعشان خاطر الاغي الحمام فببدا اللي انا مثلا كل فرد حمام ساكن في قلب الباب بتاعه، ببتدي اجيب كام نتايه زايفه زايفين على نفسهم، ماشيين عايزين يتجوزوا على نفسهم. ببدا اجيب مثلا 4-5 نتي كده. انا هفتح مثلا جايب 10 حمامات، ال4-5 نتي دول برميهم في قلب الارضيه، وببدا اللي انا مثلا اسيب عليهم الديكوره. كل ذكر هيركب فيهم نتايه، يعني كل ذكر عيط قوي هيركب فيهم نتايه، تلاقيه بيجري وراها عايز يترجم عليها، اللي هو ايه، عايز يمسك في قلب النتايه ده عشان يكسرها. ده بتاخده كده بتحطه مثلا فرد الحمام في قلب الباب، وبتحط له النتايه قيمه ساعه، وبتسحبها منه، ما بتنزلهاش، بتخليها في قلب المسطره. فخلاص كده انت شممته ان هي هنا في نتايه. بتبدا اللي انت مثلا فرد الحمام ده يحفظ ارضيه ويحفظ باب، وكل مثلا شويه او كل يومين كده بتبدا اللي انت تسيب له النتايه دي يفضل يجري عليها كده اهو، حتى لو طلع مره سكعها مفيش اي مشكله. بس هي الفكره انا شممته ما خليتوش بقى ولا زق ولا عمل ولا اي حاجه. ببتدي اللي انا اسكنه في قلب الباب. ممكن في اليوم اللي انا افتح له ده يطلع وينزل على النتايه، اسحبها منه. طلع ونزل على النتايه وسحبتها منه كده زي الفل، يبقى هو يسيب على بابه. النتايه لو هي مخروطه دي بتكون افضل. لو طلع هو ورمى نفسه وفضل يلف الدنيا وجه ركب غيته، هو راكب الغيه عشان شامم ريحه النتايه بتاعته هنا، ببدا اللي انا خلاص احجز منه النتايه وبسيبه على بابه. دي حته اللي انت تشممه نتايه. عايز تسيبه على بابه، بتحفظه ارضيه وبتحفظه الباب بتاعه، وبتبدا اللي انت تسرق له الباب كده اهو. بيكون مثلا في ناس بتفتح الحمام ده الصبح، يعني ممكن تكون جايب 30 واحده تفتح الحمام ده من علبيات سرقه، بتفتح له الحمام ده من بالليل، يطلع الصبح يلف الدنيا. ممكن بتلاقي الحمام فيهم حمام راح منك وفيهم حمام بتطلع بتلاقيه مكانه. دي برضو طريقه، لان هي الحمام بتاع الدشار ده ليه كذا طريقه. فانا بقول لك بمجد الله الطرق اللي هي بتتم مع الواحد. اللي افضل ليك تسيب فرد الحمام على بابه، وده بيكون افضل. راح منك من اول سيبانه تمام، قعد فرد الحمام ده هيصدق معاك مع الوقت كده، بيبدا اللي هو يطمن. شفت فرد حمام انت مثلا هتزقه يعتبر السنه دي ضلمه، فرد الحمام ده ما يشوفش النهار، يفضل كده تهويه اخر النهار، ما تهوهوش في وسط النهار وهو طالع، او في عز الظهر كده والشمس طالعه، لان الشمس دي يا جدعان بتشغل دماغ افندينا. تمام يا رجاله، ده الفيديو بتاعنا كده. معلش الاطاله عليكم، فيديو كده فيه كام معلومه كده بس، بحيث ان انت تستفاد والكل يستفاد. فابقوا معنا ان شاء الله. في اي حاجه بتقف قصادنا او بتقف قدام اي حد، او في حاجه ظهرت قدامنا، بنطلع بكل امانه بنقولها لكم بما يرضي الله. فمش عايزين منكم اي حاجه الا الدعاء، فنسالكم الدعاء. فانتظرونا ان شاء الله من جديد لجديد. كان معكم اخوكم كوتو ادم ابو عمر، والسلام عليكم ورحمه الله يا احلى ناس في الدنيا.